بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة وتابعي جديد وشخصية جديدة من اللي أسسوا حضارة الإسلام العظيمة وبطل قائد عسكري هنكون معاه النهاردة. بس الحقيقة قبل ما أبدأ وندخل في موضوع الحلقة، عندي خلق جميل جدا جدا ومش مشهور بين الناس ولا معروف، وله علاقة بالحلقة. خلق اسمه الشفاعة. ايه ده؟ هتقولي انا عارف الشفاعة مش ان النبي هيشفع لينا يوم القيامة. بس انا بتكلم على حاجة تانية. انا بتكلم على خلق من الاخلاق، انك تشفع بين اتنين متخاصمين، تشفع لابن عند ابوه غضبان عليه، تشفع بين زوج وزوجة هيتطلقوا، تشفع بين عيلتين متخانقين، تشفع لواحد طالب حاجة عند صاحب عمل، تشفع تقف جنبه وتقول له أنا بشفع لفلان لغاية ما. طب وده خلق؟ دي آية في القرآن. الآية بتقول إيه؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وحلقة النهاردة لها علاقة شديدة. والناس عادة ما بتشفعش لحد علشان يا إما مكسوفة، يقول لك يا عم يحسن يردني يبقى شكلي وحش، أو يقول لك وأنا مالي، أو يقول لك طب وأنا أشيل جميلة ليه؟ إيه اللي يخليني أكلم فلان في التليفون أقول له أرجوك أقف جنب فلان وأبقى اتحسبت عليا جميلة لازم أردها؟ لكن النبي ما كانش بيعمل كده. تصدقوا النبي كان يلاقي زوجة متخانقة مع جوزها يروح لها ويقول لها ممكن تسامحيه؟ تقول له أتأمرني يا رسول الله؟ يقول لها إنما أنا شافع، أنا بس بشفع له. ياه، عرفت الخلق ده؟ يلا ندخل بقى على صاحب القصة، لأنه فتح الأندلس بسبب الشفاعة. شفاعة الواحد كانت سبب في فتح أسبانيا. إيه ده؟ معقولة؟ تخيلوا الخلق ده هيعمل إيه؟ تعالوا نشوف. هو بطل النهاردة من القادة العسكريين المشهورين، من أشهر قادة العسكريين في الإسلام، يمكن بعد خالد بن الوليد على طول. خالد بن الوليد وبعدين يجي هو. حد عرفه؟ هو تابعي مش من الصحابة، وهو فاتح الأندلس وفاتح صقلية، جزيرة صقلية، وهو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا. تونس والجزائر والمغرب تدين له إن هو اللي ثبت الإسلام فيها. إيه ده؟ مين جابه؟ موسى بن نصير. موسى بن نصير اسم عظيم في تاريخ الإسلام في شمال أفريقيا وأسبانيا. اسمه مرتبط بتاريخ المنطقة دي. تخيل لما يبقى اسم واحد مرتبط بتاريخ منطقة. طب أنت اسمك مرتبط بإيه بقى؟ ما تثبت اسمك في حاجة كده، ما تحط الاسمك. يعني القلعة دي اللي احنا بنصور عندها اسمها مرتبط بتاريخ شخصية كل مصر تعرفها إلى الآن. طب انت اسمك هيرتبط بايه؟ انت ما بتغيرش انك تقول وانا كمان لازم هيكون اسمي مرتبط بحاجة عظيمة. انا بحكي القصة دي عشان تقول هقدم للإسلام حاجة كبيرة. هذا الشخص ثبت الإسلام في شمال أفريقيا. هتقول لي انا كده متلخبط. انا اعرف، انا خدت في المدرسة ان اللي دخل الإسلام في شمال أفريقيا واحد اسمه عقبة بن نافع. مين موسى بن نصير؟ هقول لك صح وغلط. يعني ايه صحيح؟ عقبة بن نافع اول واحد فتح شمال افريقيا، بس هو كان عامل ازاي؟ يدخل من تونس ياخدها لغاية المغرب في 3 اشهر، تك 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 تك، يعدي يفتح 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 ويسيب ظهره فاضي. يجي الرومان وتيجي قبائل البربر، ما كانوش مسلمين وقبائل عريقة، الأمازيغ، ويقوموا واخدين كل اللي هو عمله. بقت شمال أفريقيا عاملة زي كده مسرح العجائب. يدخل عقبة بن نافع يقوم فاتح في 3 اشهر، يقوم داخل الرومان وداخل قبائل البربر، تقوم مرجعة كل اللي هو عمله. وقتلوه في الآخر، قتل عقبة بن نافع لغاية ما جه صاحبنا بقى، لغاية ما جه موسى بن نصير. لا، ثبت الإسلام في شمال أفريقيا وفتح جزيرة سردينيا وجزيرة مايوركا، وفتح صقلية، وفتح قبرص، وفتح أسبانيا. ده إيه ده؟ ده قائد نادر. هو كده فعلا اسمه موجود في كل ميادين العالم العربي. يعني لن تجد مدينة عربية إلا في اسم شارع أو ميدان باسمه موسى بن نصير، بس ما نعرفش عنه حاجة. هو اتولد سنة 19 للهجرة، يعني اتولد في عهد عمر بن الخطاب. واتولد فين؟ حاجة هتفرح أهل فلسطين قوي. اتولد في مدينة الخليل. يعني اللي فتح شمال أفريقيا وأسبانيا وصقلية فلسطيني، من أهل فلسطين، من الخليل. لكن عيلته الحقيقة مش من الخليل، أصل العيلة من العراق. هو إيه أصل القصة؟
أصل القصة أن أبو بكر الصديق بعت سيدنا خالد بن الوليد يفتح العراق. خالد بن الوليد أهم وأشهر معركة في تاريخ خالد بن الوليد في فتح العراق كانت معركة اسمها معركة عين التمر. الفرس كان عندهم في عين التمر ده حصن حطوا فيه كنز من أهم الكنوز، أغلى من كنوز كسرى وسواري كسرى. إيه الكنز ده؟ 40 شاب نابغة. تخيل الاهتمام بالشباب والموهوبين، كانوا عارفينها زمان ازاي، واحنا دلوقتي ضيعنا الموهوبين وسافروا على الغرب وبقوا كبار هناك وخسرناهم في بلادنا. حطوا في الحصن ده عشان يحافظوا عليهم 40 نابغة. خالد بن الوليد دخل الحصن في عين التمر وخد كنز أهم من الفلوس. خد ال40 نابغة، منهم مين؟ منهم سيرين أبو محمد بن سيرين اللي هو مفسر الأحلام، ومنهم نصير اللي هو أبو موسى بن نصير قائد قصتنا. وخد ال40 وبعتهم لأبو بكر الصديق في المدينة. أبو بكر كان عاقل وكان حكيم وفاهم الإيمان على إنه أخلاق، استوعب ال40 بحب وما تعاملش معاهم على إن هم أسرى، فأسلم ال40. وولادهم طلعوا نوابغ في تاريخ التابعين في الإسلام، منهم نصير. فلما أسلم نصير مبهور بمين؟ بخالد بن الوليد، رغم أن خالد أثره موهوب بعبقريته بطريقته في القيادة، قائد عسكري نادر. فنصير حبه قوي. نصير أبو بكر الصديق جوزه من امرأة مسلمة موجودة في المدينة، امرأة كده جدعة ومجاهدة، هتشوفوا هتعمل ايه بعد شوية. فاتجوزه وطلعوا مع خالد بن الوليد في معركة اليرموك في فتح العراق، في فتح الشام، وشاركوا في المعركة. ونصير بقى مبهور ازاي خالد بن الوليد ده بيقود جيش بيغلب الامبراطورية الرومانية، فحبه قوي. فبقى عنده أمنية، نفسي أخلف ولد يطلع زي خالد بن الوليد. يا أباء أنت نفسك ابنك يبقى إيه؟ يجيب فلوس ويبقى لعيب كورة ويبقى كذا وخلاص. طب يعمل ايه للإسلام؟ لا أنا ما فكرتش في الحكاية دي قبل كده. نصير فكر بقى. نصير خلف ولد اسمه موسى. ويوم معركة اليرموك أمه اللي هي الست اللي اتجوزها نصير قتلت واحد من الرومان بعمود خيمة وأسرته. يعني أمه هي كمان شكلها طلع كده بالشامي وباللبناني قبضايا، يعني أبوه وأمه الاتنين قبضايات في جيش خالد بن الوليد، وبيحبوا خالد ونفسهم يخلفوا ولد زيه. خلفوا ولد سنة 19 هجرية سموه موسى بن نصير. كبر الولد بقى عنده 7 سنين. أبوه بقى بيحكي له على بطولات خالد، اللي بتنقشوه في ولادكم هو اللي هيكون. ابنك زي صفحة بيضة، زي ما هتنقش فيها هيطلع، هتنقش فيها شخابيط ولخبطة هيطلع ملخبط، هتنقش فيها بطولات وقيم وأخلاق هيطلع راجل محترم، هتنقش فيها حب الإسلام هيحب الإسلام. نصير نقش في موسى كن قائد. خالد بن الوليد طلع الولد بيقول لأبوه أنا عايز أكون جندي في جيش الإسلام. قال له أنت لسه صغير. قال له تبارزني؟ بيقول لأبوه. فأبوه قال له طب قوم وريني. كان عنده 10 سنين. قام يبارز أبوه. أبوه انبهر، إيه الولد ده هيكون قائد. فقال له كلمة أراك كخالد بن الوليد. والولد سمع الكلمة من أبوه وعاش الحلم. يا مولاد بسبب كلمة تحفيز قالها له أبوه أو أمه بقى قائد عظيم أو ناجح أو كاتب أو فنان أو مهندس أو عبقري، بسبب كلمة بنت حلم في خياله. ده اللي حصل مع موسى بن نصير. لما بارز أبوه ولسه طفل صغير قال له أبوه أراك كخالد بن الوليد. لكن حصل موقف من ترتيب ربنا هيأهل الولد ده. هم عايشين فين؟ في مدينة الخليل. طب ومين الأمير أو والي المسلمين على الشام؟ معاوية بن أبي سفيان. لسه ما كانش الخليفة، أمير بس. معاوية بن أبي سفيان فجأة بعت جواب لنصير. نصير راجل عادي كان في جيش خالد، قوي وكل حاجة، بس جندي عادي. بعت له جواب استدعاء انه يجي قصر الإمارة في دمشق. فنصير راح، فإذا بمعاوية بيقول له أنا عينتك قائد الحرس بتاعي. أنا؟ اشمعنى أنا؟ معاوية داهية من دهاة العرب، عايز يوري أهل الشام إن إحنا مش متحيزين، ما عندناش عنصرية للجزيرة، للناس اللي جاية من الجزيرة العربية. ممكن نعين واحد كان أسير في عين التمر يبقى قائد حرس
علشان اهل الشام وهم لسه مسلمين